سلام سلام حبيبتي. سابلي بريستيج بزاف راقي. البنة ديالو بزاف هايلة. يلا ندوزو لطريقة التحضير تاع هاد الوصفة. بسم الله. اول حاجة نحتاجو لهنا 250 غرام تاع زبدة تكون طرية. راح نضيف عليها 3 صفار بيض، يعني انا حنستعمل غير الصفار ما استعملش البيض. نزيد عليهم مغرف صغيرة تاع لافاني باش نقدو هذيك الريحة تاع البيض، ونخلطهم مليح هكا بيدي، يعني حتى تذوب لي هذيك الزبده شويه ويدخل فيها هذاك البيض. ومن بعد راح نزيد عليهم نص كاس تاع سكر ناعم، يعني سكر غلاس، ونزيد نخلطهم مليح بيدي شويه. ومن بعد راح نستعمل الباتور هكا باش نتحصل على كريمه، يعني كي تستعملوا الباتور خير، راح تحصلوا على كريمه تكون بزاف هايله. فوالا لهنا حنبدا نزيد الفرينه، نزيدها غير بشويه، يعني ما ديروش الفرينه دفعه واحده، ديروا غير بشويه هكا باش ما تيبسوش العجينه تاع السابلي ديالكم. كما راكم تشوفوا انا مستعملتش لهنا لا مايزينا ولا خميره كيميائيه، يعني هاد الوصفه بزاف بزاف هايله. شوفوا هذا السابلي صدقوني يجي يذوب في الفم. ديروا هذه الوصفه وعلى بالي بلي راح تعجبكم. لهنا راني نزيد الفرينه غير بشويه ونجمع في العجينه ديالي غير باصابع اليد، يعني ما تدلكوهاش، تجمعوها برك حتى تحصلوا على العجينه تكون هكذا طريه. راح نديرها بابي فيلم، نخليها تريح واحد 5 دقائق 10 دقائق باش نبدا نخدم بها. لهنا كنت جبت هاد السيليكون، هذا ليمون هادو تاع السيليكون. عجبني هاد الموديل، قلت لا غير نسيه معاكم. دوبت لهنا شوكولا بيضاء في حمام مائي، ودرت لاكوش الاولى درتهم يبردوا شويه في الفريجيدار، من بعد نعاود لهم دوزيام كوش ولا تخوازيام كوش ليسونسيال حتى يشدوا لي هذيك الشيكولا، يعني تشد لي روحها مليح. لحنا جبت العجينه ديالي، حطيتها بين دو ساشي هكذا، وراح نفتحها باش تسهل عليا الخدمه، يعني تجيني سهله. وتاني باش ما نستعملش الفرينه في كل مره، راح تيبس لي العجينه ديالي. هنا درت قلت لكم ساشي من الفوق ومن التحت، وراح نفتح بالحلال العجينه ديالي على سمك يكون يعني ماشي خشين، واحد نص سنتيمتر هكذاك. فوالا هكذا. وراح نطبعها بالطابع اللي خيرته، انا خيرت هذا الطابع مدور هكذا على حساب الشكل تاع المول تاع السيليكون. راح نطبع كامل العجينه ديالي وراح نحطهم في البلا اللي يدخل للفرن، ندخلهم يطيبوا لي على 180 درجه حتى ياخذوا لي هذاك اللون الذهبي، ونعاود نخرجهم. ولهنا كنت نحيت الحبات اللي بردولي من قبل. عاود عمرت المول ديالي هكا، انا نحب نخدمهم كامل ضربه واحده باش كي نبدا نعمر على فوا، ماشي نخدم ونعمر، يعني كل واحد طريقه العمل ديالو اللي تساعدو. انا هذه اللي تساعدني، نحب نخدمهم كامل من بعد نعمرهم كامل مع بعض. المهم زدت عمرت كامل الحبات اللي عندي هكا ودرتهم يبردوا. لهنا ديموليتهم، شوفوا الشكل ديالهم شحال جا بزاف شباب، جا هايل. نحيتهم كامل بجهه. ولهنا الصابلي ديالي كان طاب وراه واجد، شوفوا بيان دوغي، خرجوا بزاف هايلين. راح ندوزو للحشو ديالنا. درت لهنا كاس تاع غوفريط مرحي، زدت عليه كاس تاع كاوكاو محمص ومطحون، وزدت عليهم كاس ماشي معمر تاع حلوة الترك، يعني نقصت حلوة الترك هكا باش ما تجيناش بزاف حلوة. خلطتهم مع بعض وراح نجمعهم لهنا بتوفيا كراميل. شوفوا تقدروا لهنا تجمعوا الحشوة ديالكم بالكونفيتور ولا بديكوجال، يعني كيما تحبوا. انا لهنا درت توفيا، درت 2 مغارف، طميت الحشوة ديالي، ومن بعد زدت عليهم مغرف تخوازيام.
لهنا يعني ماشي شرط نتحصلوا على عجينة، ليسونسيال الحشو ديالي يكون مشمخ يعني نقدر نتحكم فيه. جبت لهنا صابلي ديالي، جبتو فيها كراميل وبالبانسو درت لهم كامل على الطرف ديالهم ورمتهم في القطايف اللي كنت حمصتهم وطحنتهم وحمصتهم هكا باش يجي شكلهم شباب. يعني ما نديرش الكامل الحبه، غير على الطرف هكذا كيما راكم تشوفوا. ولا هنا جبت المول تاع سيليكون، حطيت فيه هذيك الشوكولا اللي كنا خدمناها باش تجيني الخدمه سهله. راح نحط كمية تاع الحشو داخل، يعني ماشي حتى الفوق كامل. وجبت لهنا هاد فخويور، هذا جوغ يتشبه الناباج، مخدوم بلي فخوي يجي بزاف بنين. راح نحط كمية منه تاني شوية هكا في الوسط، وراح نزيد نغطيه من الفوق بالحشو ديالنا هذاك اللي خدمناه، يعني كمية قليلة غير من الفوق هكا. ونحاول نسوي السطح تاع الحبة ديالي. بعد ما نكملهم كامل راح نجيب شوكولا بيضة وراح نغطي هذاك الحشو ديالي من الفوق، نعاود ندخلهم للفريجيدار حتى تشد هذيك الشيكولا روحها، يعني تبرد بيا، ونعاود نديمو ليهم. جبت لنا هذا الناكري وراح بالبانسو راح نحطه كامل على الحبات ديالي من فوق هكا باش يعطي لهم هذيك اللمعه ويبانوا الحبات ديالنا شابين. والحبه تاع الصابلي كنت درت لها شويه تاع توفيا كراميل ولصقت الحبه ديالي تاع الشوكولا من الفوق. فوالا بهذه الطريقه. ولا هنا راح نزيد نجيب هذوك الشوكولا اللي خدمتها بالترانسفير بليمول، هذوك تاع ترانسفير راح ندير لها شيكولا بيضاء وراح نلصقها من الفوق تاع الحبه كامل. لهنا راح نكمل التزيين تاع الحبات ديالي كامل ونشوفوا الحلوى ديالنا في الشكل ديالها النهائي. فوالا، وهذا كان الشكل النهائي تاع الحلوى ديالنا صابلي بريستيج. شوفوا شحال جا الشكل ديالو بزاف شباب، الحشوه ديالو بزاف بنينه. نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه اذا عجبتكم. واذا عجبتكم خلوا لي ارائكم وتعليقاتكم في كومنتير، ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع اصدقائكم واحبابكم. كانت معكم كوينز كيتشن، سلام.